بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين على آله وصحبه أجمعين. قيشتمان اللابرة فنجاودو الصبر لا المشتركات اللفظية في القرآن. قال الناظم رحمه الله: وما جاء من صبر فقد شكر إلا الذي جاء في الفرقان. يقول الناظم: كل ما جاء في القرآن الكريم من صبر فهو محمود وصاحبه مشكور، إلا موضعا واحدا في سورة الفرقان فهو صبر مذموم. وشي صبر لقرآن لهمو قرآن صبر بمحمود وسباس كراو هاتوا، يعني دفرمي وصاحبه مشكور، وتاقى كسيق لسر أو صفة جوانبو خاونكي سباس كراوا زم كراونية، چونك صفتي صبر صفتي شيشية محمودة. إنسان دبي خوراقر بي صابر بيت، بلام إلا ليكشن كأوجد سورة فرقانة أو صبر لو موطنة بمعنى زمهاتوا، يعني مذمومة واتا زمكرا ولو شونا أوش أو آياتي كخوي پروردگار فرمي. طبعا المشركين دلين: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. كاد أفعال مقاربة، يعني نزيكا، يعني نزيك بو محمد عليه الصلاة والسلام قمرامان كات. شي واي داود مشركين وتيان زور نزيك بو لوي بيامي محمد عليه الصلاة والسلام وبرنامي محمد عليه الصلاة والسلام زور نزيك بو لوي إما قمرابك وسر لشيواوك بو چونك پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم هادوتی اوی که ایوه ایدی پرستن چیه؟ هموی پوچ و بطاله. دفرمي خواه تعالى: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، بو اوی لپرستنی خواه كان من لا من بات. شكرا محمد عليه الصلاة والسلام پیغمبر صلى الله عليه وسلم نهي كل شيء لو شركة لو بتانيك وجه لخواه يقول ده پرسترا. دفرمي: لولا أن صبرنا عليها، اگر بهاتا ايما صبر مان نگرتا و خوراگر نبونا لسر چی شرکی خومان او بدلنای وازمان لچی هاورد وازمان لو بتپرستیا هاوت. بلام نا ايما دامزراو بوين ايما صبر مان گرت كواتا لو شونا او صبر گرت نبو چيا بو زم كراوا. ويضاف لهذا الموضع موضعان آخران ولم يذكرهما الناظم، وهما الموضع الأول في سورة صاد، وهو قوله تعالى: وانطلق الملأ منهم. سركر دود صلاة كافر كان لقاور كان داوان لخلق كرت. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. واتا دزبرداري خواكاني خوتان مبن بردوام بالنسر بتپرسي خوتان. كي وايود دا صلاة دار ظالمة كافرة كان بكي نود بخلق عوام مسادة كان. أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، آرام قربن صبرتان هبيت بدو سيقسي أوي محمد هاتوا صلى الله عليه وسلم بانگشەیەکە ئێوە کۆڵ نەدەن لە بتپەرستی خۆتان لە خواکانی خۆتان لا نەدەن. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بويا جومدنا محمد: إن هذا لشيء يراد. محمد ما بس تيشي هي أيوة زال بيه أيوة دا صلاة وربقريه أم قصو باسيك أمر محمد صلى الله عليه وسلم باسيكا باسي توحيد وخوا پرستيكا چی لە پشتێتی؟ دەسێک لە پشتێتی دەسەکەش ئەوەیە بۆ چی واکات؟
بۆ کورسی و زەعامە دواکە ئەوێ زاڵ بێ بەسەرتان دەی ئێوە ئەنیمشوا واصبروا على آلهتكم کەواتە ئەو سەبرە لێوە بۆ چییە؟ بۆ مەذمومە، کەواتە زەمکراوە. الموضع الثاني في سورة الفصلت وهو قوله تعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. خوي تعالى فرمي آرام بقرن لناوشي لناو آقري دوزخدا چونك شويني مانو حوانوي إيوة أوية سواء عليكم أصبرتم أم جزعتم. أجر صبر بقرن صبر نقرن شويني إيوة شوية هر ناو آقري دوزخ كواتا أو صبرج لي هربو زما. وقد وردت مفردة الصبر بمختلف تصاريفها في القرآن الكريم بمعنى الصبر المحمود في مواضع كثيرة منها قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. طبعا إتلها مش يعني قرآن وشي صبر يعني صاحبه محمود خاونكي سباس كراو مشكورا. من أخوي تعالى فرمي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني آرام قربا پنا برنا برچی خورا قريو آرام قريو نيوش كردن. يعني كاتيك بلا مصيبة ونارحتيك تان توشبه پنا برنا برچی صبر قرتن تحمل تابع خورا قربا مروخي استخرج يكي لقد توشي بلا مصيبة بو يكسر أروخي نابتو أوهابي منال تمري دايك تمري باوك تمري بلا مصيبة خانود أسوتي مالت أسوتي خوشويسيك لدسديت دي استعينوا بالصبر والصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر فزع إلى الصلاة. في غمري خاص الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. كاتيك نارحتيك رويتي بكردايا الرخاء نا يكسر بنايا برد برنيوش نيوش يكر دزنيوش يلا قرد دعوايا كل أخوائي قورا إنسان دبي أو صفة جواني تدابي. وقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. خطابك أبو بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم نفرمي أي محمد صلى الله عليه وسلم خورا قربة آرام قربة لمقام دعوة بيامكت كولنا دي بقصو قصلوشي بباوران ومشركين ودعاية وبروباكنديان ناشرين كرني أوان بوتو ندرو خيانات. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هل وكتشون بيغمراني أولي العزم خوراقرو آرام قربون دامزراوبون. كين أولي العزم؟ بينجن نوح إبراهيم عليه الصلاة والسلام موسى عيسى محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تستعجل لهم فلما كان العذاب سزايا بويان ديت. ومعنى الصبر الحبس والمنع واتا حبس النفس يعني خور قرتنوا خورا قرتن فكل من حبس شيئا فقد صبره. هر كسيك اشتيك حبس كات أو بيوتري صبر. كواتبو من دركوت صبر لفظي شيء مشتركة مش وشيء بستحوتها كلمة بستحوت كلمة صبر بو هم بمعنى محمود هاتا هم بمعنى مذموم هاتا. قال الناظم ثم متى أتى نكاح فتزويج بغير مراء إلا بأولي النساء أعني إذا بلغوا النكاح فالحلم عند الممعن النظرا. نفرمين لهشوينك لقرآن لفظ كلمين نكاحات بمعنى تزويج دي بمعنى زواج دي بلا مراء يعني بيقمان إلا موضعا واحدا في سورة النساء بمعنى بلوغ الحلم
واتە بمعنای چی دێت نیکاح لەوێ بە معنای باڵغ بوون دێت بە معنای باڵغ بوون دێ کە ئەوش لە سەرەتای سوورەتی نساء خوای تعالى فەرمێ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم دەفەرمێ کاتێک منداڵێک هەتیوە هێوا شێژوا گەورە بێت ئەم مناڵە پارەی بۆ بەجێ ماوە وەرەسەی هەیە ئەوەی کە سەرپەرشتیاری ئەو هەتیوانەیە خوای تەعالا فەرمێ وابتلوا اليتامى یعنی تاقییان کەنەوە یەکسەر پارەکان مەکەنە چینجان ئایا بزانم ئەتوانێت تەسەڕوف کا بە ماڵ و پارەی دەفەرمێ حتى إذا بلغوا النكاح يعني هەتاکو نیشانی باڵغبوونیان نەبینن نیشانی باڵغبوون ئەم پێنجەی بینوسن لای خۆتان چۆن بزانین کەسێک باڵغ بووە یەکەم خروج المەنی کە ئاوی هاتەوە مەنی هەبوو ئەوە نیشانی ئەوەیەکەوە باڵغ بووە دووەم مووی عەورەت یان مووی بنباڵ ئەمەش بەڵگەی لەسەر ئەوەی کەوە باڵغ بووە سێ خەوبینین احتیلام کوردەکەی خۆمان پێڵێ شەیتانی ئەوەش بەڵگەی لەسەر ئەو کەسە باڵغ بووە یان هەندێک لە زانانە فەرموون کە بگاتە تەمەنی 15 ساڵ گەشتە تەمەنی 15 ساڵ کەواتە باڵغ بووە و خاڵی ئەخیر تایبەتە بە کچان خوشکان کە تووشی سووری مانگانە بوون ئیتر بەڵگەی لەسەرەوەی تەواو ئەو کچە باڵغ بووە ئیتر هەیە لە 9 ساڵی تووشی دەبێ لەم بەینە دکتۆرێکی هاوڕێم وتی کچێکیان ناورد بۆ مستەشفا تەمەنی 6 ساڵ بوو تووشی سووری مانگانە بوو کەواتە لە 6 ساڵ باڵغ بووە حتى إذا بلغوا النكاح أو جا خوي تعالى فرمي فإن آنستم منهم رشدا أو جا يكسب باركان شام مدني تاقيان تانكردوا أو جا بزام عقليان بيش كي تصرف كان بو باريا هيا بالغ جوا بلا منازع تصرف كا ليش باركان من بندسي كتاو زانيتان عاقل وكامل وأزان تصرف كان بمال كانيان فادفعوا إليهم أموالهم باركان عندنا ما بوخوان تصرفي بيوبكن خاني بيسنن جني بيدينن شتي بيكرن أو كيف خوينا كواتا لفظ نكاح لقرآن بمعنى شياتا زواج إلا لسورة النساء بمعنى بالغ بون هاتا كأوش لو آياتيك خوي تعالى فرمي حتى إذا بلغوا النكاح واتهتاكو وكاتيك ديت بالغ دبن كما فسره به ابن عباس أما كان معنى أمدو بلام ويأتي لفظ النكاح بمعنى ثالث معنى سيم وهو الوطء وتاسر جي كردن جمع كردن خوي تعالى فرمي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أقل بياويك خيزانكي طلاق دا واتا طلقي سيم بو طبعا لا طلقي سيم طاو حرامة بو أمبياوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته حرام أمبياوا بوينيا جارة تبشت ولا خيزاني إلا ليك حالتنا به أم آفرتت شو يكردوا لا يبياوا كي دوای 6 مانگ دوای ساڵێ دوای 5 ساڵ دوای 10 ساڵ پیاوەکەی وفاتی کرد یان ئەو پیاوە تەلاقی دا چەند ساڵێ لای بوو تەلاقی دا و قسمەتیان نەبوو ئەو جا پیاوی یەکەم ئەتوانێت بێتە داوای ماری کاتەوە خوای تعالی فەرمێ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح أو تنكح بمعنى وطأ دي هتاكو شو نكا ببياويتر جماعي لقل نكات زوجا غيره أما أويك والا هندي شنو ولاتا كأكريك جاران
لحفتا واشتكان كرا التيس المستعار بياك بجنيجي طلاق دا أشون حيلة شرعية شانا كرد ماريانا كلا بياك بو ساعاتك أو بياوش ساعاتك شو لا يم أفرده دو هاي طلاق يدايو أما لعنتي لسرا بيغمري خاص وصفا لعنتي خوالو كسبع كواو كاراكات لعن الله المحلل والمحلل له لعنتي خوالو كسيكوا حلال يكات أو درسنية. وقد وردت مفردة النكاح بمختلف تصاريفها في القرآن الكريم بمعنى الزواج في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طبعا أمي أمدو آياتها هاتوا بمعنى شيء هاتوا بمعنى الزواج. الله تعالى فرمي: وإن طلقتموهن بيشو آياتها فرمي من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. تفرمي أجر كسر لأيوة بياوك ماريك شيء بري هشتانة شو تلاي خلوي لقلنا كردو نيجو هستتوا بس ما له برينا أم بياوة نقول جانو يستي طلاق بدات أو جاء ماريه مقدمة مؤخرة بيشكي وباشكي الله تعالى فرمي فنصف ما فرضتم. دبي أم بياوة شن يبداته وكشا نيوي بداته يعني مقدمة مؤخرة هدوشي كوكيتو بابلين مقدمة مؤخرة كومان كردو 3 مسقالة يكسر 15 مسقالة بيبدأ تبشي وكشا حقي خويتي كجواستيوا أم بياوة بحسن رضاي خوي طلاق إذا دوينا جنجان دبي كشني بداته كامل بلان بس ما لبرين بو نيويتي. دعاء فرمي خوي تعالى إلا أن يعفونا إلا ما كتشك بحسن رضاي خوي بي أو الزختي لي بكريا تنازلك على نعمة يتكاك بس طلاق مدو يسم لي نعمة. إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. عقد نكاح لا شيء لا يبيعو يعني لا زنا لا يبيعو عقد زواجك كواتا يان أوتا أم تنازلك كتشك على نعمة يان أوتا بيعوك عليك كنيوي نادمي من بس لكولم بيتهم مجنا ماريكي كاملة دمي قينا قدني عذابت ما أنا شيء أنا هو سيالي أما أنا مي أحكام أخوي قرباسي كله كواتا أكاسك تنازلي كل لما في خوي درسته بيخوات شاهد لم آيات تجيبه عقدة النكاح يعني عقدة الزواج عقد زواجك بمعنى الزواجات. وقوله تعالى: والقواعد من النساء. القواعد من النساء أو آفرتانا كوا شونتنا وصالة وبيريجنا بتمنا أواني كوا لسوري مانغانو لمنالبون بونتوا نمنال يعني بيت وانا لسوري مانغانشان بسرادي طاو تمنيشان برية أو بيوتريتي القواعد من النساء. قال تعالى فرمي: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا أواني كوا أميدو آرزويا نية بوشي بو من دالبون شكردن لا يرجون نكاحا يعني آرزويا وميليا بولا نكاح نارا بولا زواج نارا تمني شان بريوة بلام لم بيني من آفرتي نوتو 3 صال بنام نوتو 2 صال وشوي كربا بيجي نوتو 3 صال. أما شيء عجائب الدنيا 7 بيكن بعجائب الدنيا 8 عجيبة براستي. أجر كسيك أو حالبو والقواعد من النساء لا يرجون نكاحا بتميشونيا طاوليبو توا أم آفرتات شوتنا وصالوا أفرمي: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن بلام غير متبرجات بزينة. حلال بويان درستا عبانكا بو شكت تمني شي هي بلام غير متبرجات بزينة بلام نابي عورتي خوي دركات زينتي خوي دركات بداخل عندك آفرتي شوتنا وصالوا بتايبت لكردستان زوروا
بەڵام لە کەرکووک زۆر دەگمەن و کەمە. ئافرەتە تەمەنێکی هەیە سێرەکەی سینجی بەدەرەوەیە، ئەو دروست نییە، بەڵام کە تەمەنیشیە بۆ توانێ عابانەکات دروستە، بۆ چکە تەماحی لێ ناکرێت، ئەو ئارەزوو شەهوەتەی گەنجێتی نەماوە. شاهد لەم ئاەتە چی بوو؟ فەرمووی لا يرجون نكاحا، يعني لا يرجون زواجا. ومعنى النكاح أصل نكاح التداخل والانضمام، واتا تيكل بيكبون، واختلاط الشيء بعضه ببعض، تيكل يشتيك بشتيك بيوتريشي نكاح. يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، كاتيك دارو درختكان تيكل بيكبن لقبويكان أشنا ناويكوا أو بيوتري نكاح لروي زمانواني عربي. كواتا نكاح يسد معنى يهبو سيكم بمعنى زواج. دوم بالغ بون، سيم الوطء جماع سرجي كردن. الصلاة لفظ صلاة دفرمي يقول الناظم وإن صلاة أتت فيه فبرحمة فرحمة أو عبادة غير ما بالحج قد صدر، أي التي بعدها ذكر المساجد إذ هي الكنائس بالعبرية اشتهرا. يعني كل ما ورد لفظ الصلاة في القرآن الكريم فمعناه الرحمة أو العبادة. لهج شوي قرآن وشي صلاة تنبيني بمعنى جديد رحمة وعبادة، أو نجيك واساميكا بيوتريشي عبادة صلاة، يعني بمعنى رحمة ديت، إلا موضعا في سورة الحج بمعنى جديد الكنائس، بمعنى كنيسة ديت كبرزقاي يهودا ياخذ جولك، وهو قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. واتا لبر أو كشتار النبوايا كخواي پروردگار تشريعي كردبو لسر مسلمانان كبجنجن برانبر بكافران أو كاتا كافركان شيانا كرد لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. چندانه چوار أمانة بيوتري أماكن العبادة، شويني عبادة پرزگار بيوتري أماكن العبادة. لهدمت صوامع، صوامع چيا؟ واتا شوين يكبو دائما قشكان يان لجولك كان أتشون عابد كان يان شوين يكي برزيان دزنيشانا كربو خوانا أتشون لي وكو خلوت أمانة وتاعي، وكو خلوت أو بيوتري صوامع خلوتقا بكردي خلوتقا. لهدمت صوامع وبيع، بيع يواتا برزقا وصلوات، صلوات دير معنى ايش؟ كنائس كنيسة. ومساجد واتا مزقوتكان يذكر فيها اسم الله كثيرا، يعني لبر أوشر كشتار نبوايا كمسلمانان دجنجن برانبر ببي باوران أو كاتب بي باوران ظالبون بسر مسلمانان هاتشي شويني برزقاو نيوجه هيا ومزقوت هيا صومعو بيعو كنائسي هم يانشي ليكرد تختيانا كرد بوي مسلمانان عبادتي تيانا كان بلان خوي تعالى فرمي بجنجن برانبر بكافران بوي برزقا كانتان بارزراو بيت مزقوتكان مينيت چونکە ئەوان دەستیان بڕوا مزگەوتەکانتان تەختەکەن بێباوەڕان. وبهذا فسرها ابن عباس والضحاك وقتادة. وقد وردت مفردة الصلاة بمختلف تصاريفها في القرآن الكريم بمعنى الرحمة أو العبادة في مواضع كثيرة منها، بمعنى الرحمة عبادتها. قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة،
يشن صفات أهل تقوى أواننكوا الذين يؤمنون بالغيب إيمانيا بغيبها ويقيمون الصلاة وإقامين يجكان ينشكن بواجبات وشروط وأركان وبخشوع وبخاء ولا أنجام يدن كواتلي بمعنى شي ديت صلاة بمعنى عبادة ديت. وقوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبس شيء كم آيات باسي موسى وهارونك أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة كاتك فرعون أقراب دوای مسلمانەکان بۆ ئەوەی بیان چەوسێنێتەوە بیان کوژێ خوای تعالی فەرمووی بۆ ئەوەی کەشف نەبن هەر کەس لە ماڵ خۆی خانووی کرد با ڕوو بکا بە کۆ ڕوو بکا لە قیبلە کۆ بۆ کاتە بەیت المەقدس لەسەر ڕای زۆرێک لە مفەسرین بەیت المەقدس هەندێک دەڵێن نا هەر بەیت الحەرام بوو بەڵام ڕاجحەوەی بەیت المەقدس دەفەرمێ ماڵەکانی خۆتان بکەن بە قیبلە و نوێشکن بۆی فرعون نەزانێ پێتان ئێوە عیبادەتی خوای پەروەردگارەکەن کەواتە ئەگەر حاڵەتی واش بوو مسلمانان لە شوێنێ بوو ترسی لێ بوو بەڵێم فەجعلوا بيوتكم قبلة ماڵەکانی خۆتان بکەن بە قیبلە کاتێک کڕۆنا بوو مزگەوتەکان داخران بەڵێم فەجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة نوێژەکانتان لە کاتی خۆیان بکەن نابێ دەستبەرداری نوێژ بن. ومعنى الصلاة لغة للغة عربية بمعنى شديد الدعاء بمعنى دعاء ديت. والصلاة شرعا أقوال وأفعال معلومة كومل أقوال أفعال زان راوة مفتتحة بالتكبير بشيء تسبيكات تكبير إحرام ومختتمة بالتسليم وختم يوجكش بسلام دانا ويبوي التسليمة من تمام الصلاة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا ليرتشن معنى باسكت الصلاة دواني باسكت معنى ترشمانية تقريبا هندي لزانانا فرمون شوار بينج بقر زياتر شيء لو أنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة خواهي قرأ لسر في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بمعنى جديد الثناء عليه وأتى في هلدان مدح سني خوابه محمد عليه الصلاة والسلام كواتليه أو صلاة بمعنى ثناء الله ديت أي صلاة فريشتة والصلاة من الملائكة بمعنى شديد رحمة معنى رحمة بزيدت بمعنى رحمة بزيدت بمعنى رحمة بزيدت. طبعا هاتوا بصلاة مفردة وهاتوش صلوات هر يجمعنا دبخشت تائر بزبه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيكم. كبر سارية سلوني قبل أن تفقدوني